لا جينا مشان حزب ولا جينا مشان اي طرف سياسي، جينا من اجل حقوقنا، من اجل كرامتنا، من اجل حقنا كمواطن كموظف. احتجاجات عسكرية في عدن، كل التفاصيل فلنتابع. شهدت مدينة عدن جنوبية اليمن الساعات الماضية احتجاجات عسكرية جديدة ضد قيادات القوات الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، ونظم عشرات المجندين في الفصائل الموالية للتحالف والدفاع بن مبارك وقفة احتجاجية أمام بوابة قصر معاشيق للمطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة. وندد المحتجون بحرمانهم من حقوقهم المالية والتعزيزات المستحقة منذ أكثر من 6 سنوات، في وقف يتناوب مسؤولي الحكومة على نهب المليارات من خزينة الدولة. وتأتي الاحتجاجات في ظل تصاعد حالة الغليان الشعبية ضد الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي مع انقطاع المرتبات وانهيار العملة المحلية. وطالب المحتجون برحيل التحالف بقيادة السعودية والإمارات، محملين إياهما مسؤولية تدهور الخدمات الأساسية في المدينة، وعلى رأسها أزمة الكهرباء التي تزايدت حدتها بشكل مرعب. هذه الاحتجاجات في ظل استمرار سيطرة السعودية والإمارات على عدد من المحافظات اليمنية، حيث تقودان تشكيلات عسكرية واسعة منذ تدخل التحالف في اليمن عام 2015، وصدى انتقادات محلية ودولية بشأن تأثير ذلك على استقرار اليمن.